رمضان في مصر حاجة تانية. هستعين طبعا بالأغنية الجميلة لحسين الجسمي لما قال رمضان في مصر حاجة تانية، ودي ما قالهاش من فراغ الحقيقة، لأن العادات والتقاليد والأفعال الجميلة اللي بتبقى موجودة في هذا الشهر المبارك والطقوس اللي بيمتاز بيها المصريين بتختلف عن أي دولة عربية. بالعكس، ده كل أشقائنا أو جميع أشقائنا في الدول العربية بيتمنوا إن هم يكونوا متواجدين، وفعلا في ناس منهم كتير جدا بيكونوا حريصين إن هم يقضوا شهر رمضان المبارك في مصر الحبيبة. الأمر ممكن يكون صعب على أشقائنا المصريين المغتربين اللي قضوا سنين كتيرة جدا من أول ما اتولدوا لحد مثلا 20-25 سنة، وبعد كده هاجروا في الدول العربية. بعد ما تعودوا على العادات والتقاليد المصرية فجأة لقوا نفسهم متواجدين في شهر رمضان المبارك في الدولة العربية اللي بيشتغلوا فيها. أكيد طبعا بيفتقدوا العادات والتقاليد. عشان كده مشرفنا النهاردة نموذج من المصريين الطيور المهاجرة في دولة السعودية الشقيق. 16 سنة تقريبا في السعودية بيقضي فيها شهر رمضان المبارك، ويمكن هذا العام أول سنة بعد 16 سنة بيقضي الأجواء الرمضانية في مصر. عشان كده برحب بضيفي العزيز الأستاذ أحمد حمدي المصري المغترب في السعودية. برحب بيك يا أستاذ أحمد. كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم عليك. صحة وسلامة وبركة. أكيد رمضان السنة دي مختلف وليه مذاق خاص بعد 16 سنة في السعودية. طبعا يا أستاذ عاصم، رمضان والأجواء الرمضانية في مصر حاجة تانية. نعم. ومع الأهل والأقارب والفطار الجماعي وزيارة الأقارب والحاجات العادات بتاعتنا المصرية. صلاة التراويح في مصر، أي نعم، أو أنت ممكن تكون صليت في الحرم بس برضه في مصر ليها طعم تاني. ليها طعم تاني، صح مذاق كده؟ تاني. والجوامع هنا في مصر والأصحاب لما بيتجمعوا والأصدقاء، صحيح، ونروح نصلي مع بعض. صحيح. بتبقى ليها طقوس تانية وأجواء تانية طبعا. قول لي حضرتك، يعني سافرت امتى السعودية وقعدت 16 سنة ما نزلتش خالص في شهر رمضان، ولا نزلت في سنة مثلا من 16 في شهر لا رمضان؟ طبعا نزلنا في بعض الأوقات حسب ظروف العمل لما سمحت ان احنا ننزل. بس طبعا بتحس طبعا في فرق جامد ما بين أجواءك انت في السعودية والاجواء في مصر. ايوه. فطبعا كنت بتفضل ان انت تاخد الاولاد وتيجي تنزل بيهم تقضي فتره من السنين في اوقات رمضان عشان تحس بالاجواء وتعود الاولاد ان انت اجواء رمضان وازاي العادات بتاعتنا والتقاليد، عشان ما تبعدش بيهم عن العادات بتاعتنا والتقاليد اللي احنا اتربينا عليها، اللي هي نفطر مع الاهل والاقارب، واول يوم انت عارف بقى لمه الاهل والاخوات والحاجات الحلوه دي الطقوس الرسميه طبعًا. عندنا في كل عيله مصريه. لازم طبعا الحاجات اللي زي كده ما نفتقدهاش. صحيح. ونحسسهم ان احنا في الاجواء الرمضانيه، صلاه التراويح وبعديها بنقعد مع بعض نتكلم، فدي اجواء طبعا صحيح. لازم ما نبعدش عنها. وكنا الحمد لله كل فتره والحين والاخر بناخد الاولاد وننزل بيهم في الاجواء الرمضانيه عشان نحسسهم باجواء مصر. لما سافرت في البدايه كنت لوحدك ولا معاك الاسره؟ لا طبعا سافرت في الاول لوحدي، وبعد كده جبنا الاسره. والحمد لله يعني قضينا اوقات رمضان في السعوديه ورمضان في مصر، وده اللي بيحسسك بالفرق. صحيح. انت قعدت كام سنه لوحدك يعني قضيت كام رمضان لوحدك؟ لا يعني بتبقى على فترات متقطعه، يعني لما مثلا الاولاد ينزلوا وانت تبقى عندك لا قبل ما يجوا الاولاد في السعوديه قعدت رمضان مثلا لوحدك؟ سنه واحده. سنه واحده. اكيد دي اصعب سنه في حياتك دي كلها. وكنا لسه شباب بقى، وسنه تبقى صعبه جدا. هتفطر حتى لو معاك صحابك بس مش هيعوضوك عن لمه الاسره مع اولادك ووالدك ووالدتك او اهلك وحبايبك واخواتك يعني. دي اكيد طبعا يا استاذ، تبقى اول سنه تبقى صعبه جدا ان انت اول مره اصلا تروح في بلد جديده. صحيح. وكمان يجي عليك اجواء رمضان وتعيش الجو الرمضان اللي انت كنت متعود عليه بتبعد عنه خالص، ولسه بقى الفطار والسحور تبقى صعبه، حضر عيني لنفسك بتبقى معاناه طبعا. يعني كنت بتعمل ازاي بقى؟ بتبقى معاناه بعيد عن معاناه ان انت صايم ومعاناه الشغل. انت رايح بقى لسه هتفكر تحضر لنفسك الفطار وتروح تحضر بدل ما عيني ما ترجع من الشغل تعبان ومستريح وتنام لك حبتين لحد المغرب. لا ده انت بتبقى شايل هم انك انت تحضر الفطار وكل يوم تعمل ايه. يا اما اقرب مائدة رحمن بقى. صح كده؟ لا والله هقول الاجواء هناك هي دي اللي كانت الواحد بيعاني منها، ان هو طبعا لما جت الاسره خفت عن كتير عن لود الواحد. طبعا كان الواحد خلاص بقى بيجي من الشغل يريح شويه، يصحى يلاقي الفطار الجاهز، الفطار المصري المحترم. صحيح. ويفطر، فطبعا كان شويه يعني بيبقى فيه بيعوضك شويه عن شويه الغربه. صحيح. ايه الاختلاف في رمضان في مصر عن السعوديه؟ منك 16 سنه في السعوديه، شايف الاجواء اختلفت في ايه بالظبط عن مصر في السعوديه؟ لا طبعا الاجواء في مصر مختلفه تماما كليا في الاحتفالات
في الزينه، في الفوانيس صحيح. اللي في الشوارع، الروح اللي بتبقى الروح موجوده اللي حتى. موجوده عندنا ساعه الفطار وبعد الفطار، صحيح. الشوارع والاطفال بيلعبوا، صحيح. دي كلها بها تميز بيها الدوره مصر. الرمضانيه بالظبط صح كده بالظبط. كانت موجوده في السعوديه. لا لا لا، يعني ما بتحسش بيها زي ما بتحسها في مصر. الاجواء الرمضانيه في مصر مختلفه نهائي. صحيح. يعني عايز تعيش رمضان واجواء مصر. رمضان تنزل في مصر. ويمكن اشقائنا السعوديين، يمكن قلت في المقدمه، بيحرصوا انه يبقى موجودين، واشقائنا العرب بشكل عام بيحرصوا انه يبقوا متواجدين في رمضان في مصر. وده اكبر دليل ان مصر مختلفه عن اي دوله، مع احترام صحيح. جميع الدول في اجواءها وفي صحيح. روحانياتها والروح بتاعتها والشوارع والاحياء الشعبيه صحيح. والحسين والاجواء بتاعتها بعد العشاء والتراويح. صحيح. فليها مذاق خاص وطعم خاص طبعا مصر. المصري دايما في اي بلد معروف بجبروته، بيسيطر. فقول لي بقى، يعني ازاي كنت بتعوض غياب الاهل بالصحاب في السعوديه؟ اكيد كان ليك صحاب مصريين صح كده؟ اكيد طبعا. كنت بتتقابلوا بقى في شهر رمضان المبارك، كلمنا عن عاداتكم وتقاليدك مع يعني زمايلك واصدقائك المصريين في السعوديه، كنتوا ازاي بتحاولوا تعوضوا غربتكم عن مصر في هذا الشهر الكريم؟ لا اكيد طبعا، انت عارف احنا في بلد بتبقى انت مغترب، فبتحاول تعمل لك صحبه عشان تقدر تعوض الغربه اللي انت عايش فيها. صحيح، تهون الايام. بالظبط، نلتقي وكنا بنفطر مع بعض ايام ونعزم بعض، نعيش الاجواء اللي احنا كنا مفتقدينها، نحسس نفسنا شويه بروح المصريه. صحيح. ده يجي عندنا يوم، ده يروح يوم، نصلي مع بعض، نتبادل الزيارات مع بعض. كنا بنعوض بالشكل دوت. يعني بتعملوا الزينه بتاعت رمضان في السعوديه في البيوت بتاعتكم في الشوارع اللي انتوا ساكنين فيها بالزبط. كمصريين في السعوديه؟ بالظبط يا زعف. كنا نيجي قبل رمضان كده ما يبدا بكام يوم، ننزل نشتري الزينه والاجواء ونعلقها في الشقه ونعيش الاولاد الاجواء الرمضانيه، الاجواء الرمضانيه وفانوس كانهم في مصر. بالظبط كده، عشان نحسسهم بالاجواء بتاعت رمضان. اشقائنا السعوديين لما بيشوفوكم بتعملوا الحاجات دي رد فعلهم بيكون ايه بقى؟ لا طبعا بيبقى طبعا معجبين. انت عارف هم الشعب السعودي شعب طيب جميل وشعب محترم، وبيحب الشعب المصري جدا. صحيح. وبيحب الاجواء المصريه. نعم. اجواء رمضانيه، حتى بيقولوا لنا يعني انتوا اجواءكم غير اجواء، يعني الاجواء بتاعت مصر يعني لا احد يختلف عليها طبعا. اضيف بيحبوا الاكلات المصريه. اكيد طبعا. صح كده. وانت عارف في شهر رمضان المبارك، فاكيد كنت بتعزم اشقائك السعوديين بقى في شهر رمضان. الاكل المصري. الاكل المصري. صحيح. الاكل المصري طبعا اللي هو معتاد، لازم طبق المحشي بجميع انواعه والبط والمكرونه بشاميل. ده لازم يعني دي قاعده اساسيه في اول يوم رمضان. طبعا لما يكون اصدقائك السعوديين جايين ما يطلبوش الاكل المصري. حضرتك متزوج بقالك كام سنه؟ يعني حوالي 18 سنه. عندك ايه اولاد؟ انا عندي 4 اولاد، 3 اولاد وبنت. ما شاء الله، ربنا يخليك. الله يخليك. اكبر حد في سنه كام وفي مرحله ايه تعليم، واصغر حد؟ اكبر واحد عندي 19 سنه. تمام. في الصف الاول في اولى جامعه. تمام. وعندي بقى الثانيه ثانوي واولى ثانوي، وبنت في اولى اعدادي. كلهم اتولدوا في السعوديه؟ لا والله، انا عندي بس ولد اللي اتولد في السعوديه، والباقي كله اتولد في مصر. كان ينزل في مصر وترجع تاني. يعني المدام كانت تنزل تولد وبعد كده ترجع تاني. لكن عندي ولد بس اللي اتولد في مصر في السعوديه. بالاضافه لذلك ان انت عندك الاولاد محتفظين بنفس العادات بتاعت مصر. يعني دي الميزه. كنت لسه اقول لك، متاثرين بقى بالعادات السعوديه في كل حاجه، ولا قدرت تزرع فيهم بقى العادات والتقاليد المصريه وتحديدا في الايام دي؟ انا والمدام بنقد ما نقدر بنحافظ على العادات بتاعتنا والتقاليد ونعرفها لهم. وكنا لازم برضو ازاي نتصل بالاهل والاقارب لو احنا ما ساعدناش الحظ ان احنا ننزل مصر. نتصل بالاهل والاقارب والاصدقاء ونعيد عليهم ونسلم عليهم. فالحمد لله اتربى عندهم الاولاد الحته دي، ومحتفظين بنفس العادات والتقاليد، لان كل حين والاخر لازم ننزل مصر. ايه اشهر الاكلات المصريين معروفين بيها في السعوديه؟ طبعا لا اخفي عليك، الاكلات المصريه معروفه مسيطره هناك. بالظبط كده. حتى في مطاعم هناك مصريه. يعني عندك المحشيات، الطبق الكشري ده طبعا حاجه اساسيه. والله ما شاء الله. يعني من الاكلات الاساسيه هناك. المكرونه البشاميل والله دي من اشهر الاكلات واشهر دي بيعملوها مثلا المطاعم في رمضان لاشقائنا السعوديين. بالظبط. يعني تدخل اي مطعم تلاقي من ضمن المنيو في عندك المحشيات والمكرونه بشاميل والكشري، البط، الوز، انت عارف الحاجات اللي احنا بنحبها دي، الحمام، الحاجات دي. ما شاء الله. فالاكلات دي موجوده عندكم في السعوديه؟ لا اكيد موجوده، وفي مطاعم كتيره مصريه بتعمل الاكلات دي موجوده.
المدام كانت بتبقى حريصه اول يوم رمضان في السعوديه على الاكلات ديت اللي هي البط والمحشي والبشاميل، طبعا وبتعوضك ما بقى عن يحلاش اول يوم كده في رمضان لازم صح كده. المحشيات بجميع انواعها والبط والوز والمكرونه البشاميل، ده طبعا شيء اساسي. اكيد حسيت بفرق لما قضيت رمضان لوحدك في بلد غريب او بلد يعني بعيد عن مصر، غير اللي انت اتربيت فيها، غير لما جت المدام عند حضرتك في السعوديه. طبعا الوضع اختلف 360 درجه، طبعا وتحديدا في شهر رمضان المبارك. طبعا المدام لما تيجي والاولاد بيحسسوك شويه بيعوضوا عليك فرق الغربه، بيهونوا شويه، بيهونوا الغربه والمشقه، ويحسسوك كمان ان انت وسط اهلك شويه. في استاذ احمد عاده جميله جدا عند المصريين في شهر رمضان، الطبق الدوار اللي هو في اخر الشهر ما تعرفش بتاع شقه انهي شقه ولا انهي عماره، الحقيقه لما يكون العماير كلها والبيوت كلها جنب بعض. هل العادات دي موجوده في السعوديه، او انتوا كمصريين كنتوا بتحرصوا على العادات دي انها تبقى موجوده في السعوديه؟ طبعا هي موجوده بس مش بالشكل اللي موجود عندنا في مصر. بمعنى ان انت لو قاعد في عماره وفيها بعض المصريين، وطبعا انت عارف طبعا الجاليه المصريه هناك في السعوديه منتشره، فكان لازم طبعا يبقى في بعض المصريين قاعدين معاك، نتبادل الاكلات مع بعض، ده يعمل اكله، ده يعمل حلو، ده يعمل، فنتبادل مع بعض الاكلات. صحيح. وبرضه بعض الاخوه الاشقاء السعوديين هم يعملوا اكله مفضله ليهم، احنا نعمل اكله، نتبادل مع بعض الاكلات. بتروح الديوانيه عند شقاق السعوديين تسهروا معاهم بعد التراويح. بالظبط كده، صح كده. بالظبط كده يا عاصم، زي ما اتفضلت، القعده القهوه العربي صحيح. والتمر والشاي تبقى افضل ما يميز هناك الجلسه السعوديه صحيح. والديوانيه بعد التراويح. بس رمضان في مصر حاجه تانية طبعا، خاصه لما يكون وسط الزهور ووسط الزرع الجميل ده، لما طبعا. تحسسك يعني انت قاعد في بلدك واحنا كلنا من ارياف، يعني الطابع الريفي ده بعد صلاه التراويح لما تقعد القعده الجميله دي مع كوبايه شاي. ما اجملها يا استاذ عاصم. والله الواحد والله كان بيسعى جاهدا انه لازم ينزل يقضي على قد ما يقدر الاجواء ويعيش الاجواء الرمضانيه في مصر. صحيح. لأن طبعا بيبقى ليها فرق جامد، تختلف جامد تماما، تختلف كلياً تماما. طبعا اجواء صحيح. وسط الاهل والناس والاحبه. اكيد حضرتك عملت عمره في رمضان طوال الفتره ديت، كلمني بقى عن يعني زيارتك لبيت الله الحرام وطوافك في الكعبه وشهر رمضان، ازاي يعني بتتعاملوا انتوا كمصريين مع بعض يعني؟ طبعا كان ايوه اهم ما يميز ان احنا قاعدين في رمضان في المملكه العربيه السعوديه، انه لازم الاسبوع الاخير، كنا عاده عندنا لازم ناخد الاسبوع الاخير في مكه. تعملوا عمره؟ نعمل عمره ما شاء الله. نقعد الاجواء دي كلها الاسبوع الاخير في مكه المكرمه. وما اجملها اجواء، وما والله. اجملها ربنا يبارك الفطار في امام الحرم. الله. التمر والقهوه العربي والفطار، شرب ماء زمزم على الفطار. يا سلام. الله. اجواء جميله جدا يا استاذ عاصم، بتستمتع بيها ربنا الاسبوع وعدنا كله جميعا يا رب. ما شاء الله. وليله القدر طبعا، وما اجملها ليله القدر وفضل ليله القدر. صحيح. فالاجواء الرمضانيه في افضل ما يميزها في مكه، تبقى طبعا جميله جدا جدا في الاسبوع الاخير. دي مذاق بقى مختلف تماما جدا، بتنسى فيها نعم. صلاه وخشوع وتضرع لربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله. صحيح. تنسى فيها الدنيا كلها، بيبقى بالظبط تركيزك كله مع ربنا سبحانه وتعالى وفي عباداتك، وانك انت تجني اكبر قدر من الحسنات فيما تبقى من هذا الشهر. ما شاء الله ان انت بتلاقي جميع الجنسيات كلها ملتفه في مائده واحده. يعني هذا ما يميز الاجواء في مكه، ان كله الجنسيات قاعده كلها على مائده واحده، بياكلوا من نفس الطبق، من نفس الاكل، من نفس كل حاجه. كجاليه مصريه في السعوديه بتجتمعوا في الايام العاديه مش بس في رمضان، بتحاولوا ان انتوا يكون عندكم اجتماعات لبحث المشاكل لا قدر الله حد عنده مشكله، تتبادلوا الزيارات، تعرفوا بعض، يعني تعوضوا بعض عن الغربه بشكل مستمر عن طريق اللقاءات المستمره ما بينكم، ولا ما فيش لقاءات؟ لا اكيد يا عاصم، احنا عندنا جروبات خاصه لينا، في كويس تجمعات جدا لكل اهل منطقه. بنتجمع مع بعض، بنتواصل ونقرب المسافات بيننا، لو في حد عنده مشكله نقدر نحلها، بنتعاون مع بعض، نتبادل الافكار، نشوف مدى المشاكل اللي بنقابلها ونحاول نواجهها. يعني الحمد لله مع بعضينا بيبقى زي اسره كده صغيره مع بعض. من الاكلات المصريه بحته واللي ليها طابع خاص هي الكنافه والقطايف في شهر رمضان. طبعا في بقى في السعوديه كنافه وقطايف والحاجات دي، ولا يحلو الفطار طبعا اللازم طبعا. صحيح. الطبق الكنافه والسمبوسه والقطايف والحاجات الحلوه دي اللي هي وحيده التمر، طبعا ما يميز طبعا الفطار لازم. في مصريين بيعملوها في السعوديه طبعا. اكيد. لا موجود مطاعم كتيره ومحلات حتى السعوديين لا تخلو من الفطار والمائده على القطايف والكنافه والسمبوسه والتمر والحاجات دي كلها والحاجات الحلوه ما شاء الله. جميل ان حضرتك رغم ان ولادك
يعني عاشوا اغلب عمرهم لحد الان ما شاء الله ربنا يبارك فيهم في السعوديه، لهم مطبعين بالطابع المصري. هل سيطر شويه عليهم مثلا كده بعض العادات والتقاليد السعوديه، ولا قدرت تطبعهم بالطبع المصري الاصيل؟ لا الحمد لله يا استاذ عاصم، اوضح لك ان احنا كنا كل سنه لازم ننزل. اه فكان كنت طبعا لازم كل سنه لازم ما كل سنه. تغيبش سنه لا انك لا لا, لا تنزل؟ الحمد طب لله. حلو جدا. كان كل سنه، وكان لو ربنا كرم وصادف الوقت بننزل في اجواء رمضانيه طبعا. مم. فكان لازم كل سنه بننزل. فطبعا العادات والتقاليد بتاعتنا محتفظين بيها، واحنا كنا بنعلمهم عليها. فنفس العادات والتقاليد المصريه محتفظين بيها الى الان الحمد ما لله. شاء الله. ايه الاكلات والمشروبات المشتركه ما بين العادات والتقاليد المصريه والسعوديه، بما انك عشت 16 سنه في السعوديه؟ لا انت عارف طبعا الاكل المصري معروف اه تمام. الاكل السعودي اهم ما يميزه اللي هو الكبسه، ايوه المصبي. برضه حلوه بالظبط. الكبسه صح. الكبسه طبعا بقت منتشره هنا في مصر اه دي خلاص. حقيقه، مطاعم كتير جدا. والبيوت المصريه كلها دلوقتي بتعمل الكبسه والمندي والحاجات دي كلها. والمصبي والحاجات الحلوه دي. صحيح. تمام. فدي حاجات تبقى يعني خلاص بقت متقاربه. وهناك بقى طبق الكشري هناك منتشر، مم. والمكرونه بشاميل في اي مطعم. فبقت الاكلات يعني في ناس بتفطر كشري في رمضان في بعض ما شاء الله. الايام. ما هو لازم تنوع. فبقت الاكلات دي من الاكلات المحبوبه. مم. بيحبها برضو الشعب السعودي جدا، يحب الاكلات المصريه جدا يعني. كويس جدا. والفطار كمان يعني انت لازم لا يخلو عنك المشروبات. انت عارف طبعا التمر مع القهوه العربي مع الشاي صحيح. مع الفيمتو. الحاجات الحلوه دي هي اللي بتهون شويه الصيام يوم الصيام والاجواء الطويل ده. الحاره طبعا. صحيح. يمكن يعني اشقائنا السعوديين بيقلبوا عندنا الفطار سحور والسحور فطار. يعني هم في الفطار ما يفطروش قوي، وفي السحور ياكلوا الاكل اللي احنا ممكن ناكله على الفطار. الامر ده انت كنت بتتعاملوا معاه ازاي، ولا بقى مالكوش لا دعوه والله احنا يا زعزع. مصريين؟ زي ما تفضلت كده آه. بالظبط كده. العادات التقاليد هناك ان لازم بتصلي المغرب وتفطر على تمرايه ده في وقهوة السعودية. عربي. بالظبط. قهوه عربي او شاي. وبعد كده تقعد تريح، تنزل تصلي العشاء والتراويح، وبعد كده تبدا تفطر. اللي هو الكبسه الأكل بقى الكبسه والاكله والرز والمندي والحاجات الحلوه بقى. ما بيبقاش في مكان للسحور فده بعد اللي كده. بيخليك ان انت، وبصراحه حاجه كويسه بتخليك ان انت تعرف تقوم بالعادات التقاليد الدينيه. تقدر صحيح. تصلي العشاء والتراويح بنفس هاديه. وبعد كده بقى غير لما بقى. بتديها بقى في غير الفطار بتديها بقى يجي صلاه التراويح انت عايز بتقفل تريح معاك. لك ساعتين بتقفل معاك بصراحه. تبقى مش قادر بالظبط. صحيح. فبتبقى انت عندك في اول ما بتفطر التمر والعصاير والمشروبات وبتريح. وبعد كده تنزل بقى تصلي العشاء والتراويح. وبعد كده ايه لما ترجع صحيح. تبدا بقى تفطر الفطار المحترم. جو السعوديه من الاجواء الحاره، وتحديدا في فترات الظهيره واللي بتبقى شاقه شويه تحديدا يعني فترات الصيام، كنتوا بتتغلبوا على الامر ده ازاي؟ لا طبعا انت عارف الاجواء هناك حاره شديده وبتبقى معاناه. وبتبقى اهم حاجه عندك انت تفطر مشروبات وعصاير عشان تعوض الاجواء. وطبعا لازم في السحور تكون حاجات تعوض بعيد عن الحر، زبادي، حاجات خفيفه عشان ما تجيلكش ان انت تعطش او تشرب ميه كتير. فطبعا كان اهم حاجه في الجو الحار تشرب مشروبات وعصاير عشان تعوضك. وبعد كده تنزل تصلي، وبعد العشاء بقى تبدا بقى تدوس في الاكل. شعورك وانت موجود كده قدام الحرم، موجود قدام الكعبه المشرفه، بتفطر وبتطوف وبتأدي فرض ربنا سبحانه وتعالى وبتصلي التراويح، يعني اوصف لي شعورك في التوقيت ده ازاي؟ يعني احنا لما مثلا نشوف صلاه التراويح في التلفزيون من السعوديه من مكه المكرمه بتقشعر لها الابدان. كلنا بنتمنى ان احنا نبقى متواجدين في هذه الاجواء، وانت ما شاء الله من اللي ربنا يعني حظاك بهذا الامر، وربنا كتب لك ان انت تقضي يعني سنوات من هذا الامر انت متواجد. شعورك بتبقى ايه في هذا التوقيت؟ ما اجمل هذه الشعور اللي انت بتقضيها بصراحه. صحيح. هدوء نفس، هدوء اعصاب، روحانيات. مش عايز تتحرك من مكان الجميل دوت. مفيش هم للدنيا خالص. لا. ومعاناه السفر ان انت مسافر من بلد لمكه، ومعاناه الصيام والاجواء الحاره كلها بتروح في المكان الجميل اللي فيه هدوء اعصاب وراحه وطمانينه ووسط الناس. مشاعر خاصه خالص ما بتحسش باي حاجه. صحيح. قول لي بقى بما انك مصري بقالك 16 سنه في السعوديه، كل سنه بتيجي فيها شايف البلد هنا اختلفت؟ طبعا اكيد في تغيير طبعا. وبيحسوش للافضل ولا يعني في بعض الاوقات بتلاقي طبعا في حاجات تقدم وفي ما شاء الله مشروعات يعني كتيره الحمد لله بتعملها. الواحد بقى يعني البلد كانها جديده عليه. كل سنه بينزل بيلاقي ما شاء الله في تطور وفي جديد في البلد ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. التطور ده يعني في كل حاجه، يعني في السوشيال ميديا مثلا، هل اثرت في العادات والتقاليد المصريه وتحديدا في شهر رمضان المبارك؟ يعني لما تلاقي كده الشباب في شهر رمضان، يعني احنا كنا
فتره الصيام نسلي صيامنا يا اما بالاعتكاف مثلا من العصر للمغرب في رمضان، او الدوره الرمضانيه اللي هي قبل المغرب كده بساعه ولا ساعتين، او قراءه القران الكريم. وبعد الطقوس دي تلاقي مثلا دلوقتي الولاد قاعدين على السوشيال ميديا بيتابعوا بعض الحاجات. شايف ده اثر شويه على الشباب مع يعني الحداثه مع التكنولوجيا؟ اكيد طبعا مم. اثر طبعا. مم. احنا زمان واحنا اطفال مم. كنا زي ما حضرتك تفضلت كده، كان لازم الجزء من القرآن مع صحيح. لازم حاجة أساسية. يوميا مع صلاة العشاء والتراويح وجميع الصلوات في المسجد. نعم. مع تقدم التكنولوجيا وانت عارف الشباب اليومين دولت شويه الامور ما بقتش زي زمان. كنت ما شاء الله تلاقي صلاه التراويح في المساجد زمان ما شاء الله ممتلئه على اخرها. صحيح. دلوقتي شويه يعني في تهاون شويه من بعض الناس الا من رحم الله، من الاجواء والمسلسلات والاجواء الرمضانيه بتلهيهم شويه. صحيح. الولاد طبعا بحكم يعني عيشتهم في السعوديه طول هذه السنوات، هي دراستهم في السعوديه، هل هم حابين يكملوا في السعوديه ولا حابين يقعدوا في مصر بقى؟ لا طبعا عندي الاولاد اللي دخل جامعه خلاص نزلوا استقر يعني. استقر في مصر. كويس جدا. بقيه الاولاد اللي عندي لا يعني بيكملوا دراستهم بصفه ان احنا اسره، ما اقدرش انا اعيش لوحدي وهم يعيشوا هناك، أكيد. كلنا مجتمعين. نعم. والحمد لله الامور ماشيه الحمد لله، ونحمد ربنا على كل شيء طبعا طالما باب رزق مفتوح لك. صحيح. فالحمد لله الامور الحمد لله ماشيه. اكيد كل مغترب بيوم من الايام بيحين ان هو يستقر خلاص، اكيد بيبقى عايز ان هو يعيش في بلده مهما كانت السنين اللي قضاها بره، ومهما كانت الامور مرتاحه معاه بره، ومهما كانت الظروف، لكن بيحلم باليوم اللي خلاص يستقر نهائي. في تفكيرك ان انت تستقر في مصر خلاص في يوم من الايام؟ اكيد يعني واضع ده في تفكيرك؟ اكيد دي مصر بلدنا يعني. اكيد طبعا. اكيد ومصر جميله والواحد ما يستغناش عنها. طبعا. بس ظروف العمل وظروف الشغل طبعا هو ده اللي بعيدنا عنها، لكن ما صحيح. نقدرش نبعد عن مصر ولا جمال مصر ولا ده الواحد بيستمتع باجواء مصر. صحيح. فطبعا لا ظروف العمل بس وهي رساله، وان شاء الله جنان مع جنان لازم كل بدايه وليها نهايه وننزل نستقر في مصر ان شاء الله. ايه المواقف اللي تتذكرها مع المصريين اللي زيك في شهر رمضان المبارك في السعوديه؟ ابرز المواقف اللي موجوده في دماغك. ابيض اللي طب يجي لك صديق ويبقى اول سنه ليه ان هو يعيشها بيبقى خارج تايه بقى. يعني مش عارف. فانت بتحاول بقى تعوضه عن وتستضيفه اول يوم طبعا. حلو جدا. وتعمل له الاكل بقى المصري، تعيشه الجو اللي انت كنت مفتقده ان انت لسه في مصر ما بالظبط تقلقش. كده بالظبط كده تلمه بقى من الجو انت عارف. تعمل له اكل مصري والمشروبات والحاجات تحسسه لسه في مصر. ولسه في بلدك بحيث ان هو الصدمه بقى اللي ياخدها من التغيير. ايام من الايام طبعا انت اول يوم طبعا بيبقى لسه الخضه والجو والبلد جديده. صحيح والله. خد بال حضرتك يا استاذ احمد، الواحد لما يعني بيسافر من محافظه لمحافظه بيحس بغربه، ما بالك بقى من بلد لبلد، فده صح. امر مهما كانت الامور ومهما كانت الظروف، ولكن برضو الحنين للبلد أكيد. بيبقى راسخ. وانا ده عاده حنين للوطن، ما اقدرش سنه ما اشوفش مصر. ما دي حاجه جميله والله، انا بحيي حضرتك عليها ان انت زرعت في ولادك لازم كل سنه تقعدوا قد شهر مثلا في مصر. شهر ونص مهما ظروف العمل لازم خد لي شهر او شهر ونص. الشهر ده ممكن يكون في رمضان او غير رمضان. بحاول ظروف العمل ان احاول احطه في رمضان، ما سمحش بيبقى في اي وقت تاني في الاجازه. بس لازم يعني بس قاعده ثابته. قاعده ثابته لازم كل سنويه ان شاء الله بنزل فيها شهر. عائد ده على اولادك ايه بقى منك انت بتحرص كل سنه لازم يبقى في شهر ونص تقضيه في مصر؟ الترابط الاسري. العادات والتقاليد المصريه محتفظين لغايه دلوقتي عليها. لان انت على صله وتواصل على طول بمصر. فدي طبعا شيء انا حابب من الاول ان انا احافظ عليه. اكيد. لحظة الفطار في بيت مصري في السعودية بيتعرف من الريحة بتاعة الطبيخ بتاعه، صح كده؟ مظبوط. في مرة حد من أشقائك السعوديين قال لك أنت مصري عشان خاطر ريحة الأكل دي مصرية؟ أنت عارف طبعا بالذات الأكل المصري ريحته معروفة. صحيح. فطبعا يجي الجيران يقول لك الشقة الشقة دي فيها مصريين. الشقة دي مصرية الفطار عندهم النهارده من أكله فبتتعرف بقى من الاكل بتاعك. ما شاء الله طبعا. وبعد الحلويات بقى اللي بتتعمل بعد الفطار والحاجات الحلوه دي المصريين مميزين بيها. طب قول لي بصراحه وانا مش هقول للمدام اكلها حلو بقى ولا لا؟ لا بسم الله ما شاء الله. مش هقول لها ما تقلقش. لا كنت بصراحه كنت حتى اصدقائي اللي هم كان لسه عزابي كنت لازم اجيبهم يفطروا معانا. ما شاء الله. كان كلهم بسم الله ما شاء الله يعني بيشكروا في اكل المدام الحمد لله. ايه الاكل المصري بقى بتاعنا الحلو؟ ايه الاكلات الحلوه اللي تحب تاكلها تحديدا في شهر رمضان؟ يعني طبعا المحشيات بجميع انواعها، المكرونه البشاميل، البط ما شاء الله، الحمام، الكبسه برضو على فكره
من الاكلات الجميله اللي اتعودنا عليها هناك، حلو وبرضه هنا جدا. لازم لما ننزل مصر برضه لازم ناكلها. الكبسه الكبس، كويس جدا. فدي من الاكلات اللي لازم. طب ده بالنسبه للفطار، السحور، الفول والطعميه موجود في السعوديه ولا ايه نظامه؟ لا موجود. موجود آه، والله. طب كويس، عوضوك. وموجود على فكره برضه كاكله اساسيه في الفطار السعودي. كالفطار مش السحور، لا ولا قصدك فطار من غير رمضان؟ الفطار الغير رمضان. غير رمضان. وبرضه في بعض الاكلات بتتحضر من الفول، مم. اللي هو الفول بيجي ويتهرس مم. ويتعمل بالزيت والسمنه. مم. ده بيبقى جزء من فطار، طبق على الفطار. وفي السحور برضه عندكم في السعوديه في فول وطعميه وبطاطس عندنا والحاجات دي مطاعم كلها؟ اصلا بتعمل الفول وتعمل مم. الطعميه سحور للمصريين. المصريين. في برضه سعوديين بيبقى سحروا معاكم الحاجات انت دي؟ عارف طبعا في سعوديين بيحبوا المطاعم والاكلات المصريه، لدرجه ان في عندنا بعض الاحياء مم. بيبقى كلها او معظمها مصريين، مم. وتنتشر بقى في الاحياء دي كلها الاكلات المصريه والمطاعم المصريه. فانت تحب تعيش الاجواء، انت تنزل او تعيش في هذه الاحياء دي، صحيح. يبقى كلها مطاعم مصريه واكلات صحيح. مصريه وجو مصر كله في الاحياء دي. بس في الاول وفي الاخر مهما كانت الاكلات ومهما كانت الطقوس، رمضان في مصر حاجه تانية. حاجه تانية. أيوة صح كده؟ بالظبط كده. لا لا مصر مختلفه تماما. كل سنه وحضرتك طيب. صح والله والسلامة. نورتيني، بتمنى لك كل الخير، ربنا يوفقك ويكتب لك يا رب كل السعاده وكل البركه، وان شاء الله باذن الرحمن يجي اليوم اللي تنور في مصر دائما، يعني ان شاء الله باستقرار تام كده باذن الله. الله يخليك. تحياتي لحضرتك، واستاذنك تبلغ تحياتنا لكل اشقائنا المصريين المغتربين في السعوديه، الطيور المهاجر. الله يخليك. كل سنه وحضرتك طيب يا استاذ احمد. بشكر حضرتك جدا استاذ احمد حمدي، احد المغتربين في السعوديه. نورتني يا فندم، ورمضان كريم على حضرتك والاسره الكريمه. شكرا. ايضا بشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعه. نتمنى رب حلقتنا النهارده من ليالي رمضان تكون لطيفه واضافت لحضراتكم بالمعلومات الوفيره. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. تحيات فريق العمل وتحيات عاصم الشندويلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.